السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتوا تتفرجوا على فيديو النهاردة. النهاردة جايبه لكم للهالات السوداء، وصفات للهالات السوداء ان شاء الله، اللي هو السواد يعني اللي تحت العين. ان شاء الله هتحبوها جدا وتجيب معاكم نتيجة. بس قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وتعملوا لايك للفيديو. يلا نبدأ في الوصفة بتاعتنا. اول حاجة البطاطس، شرايح البطاطس. شرايح البطاطس دي معروف عنها مفيدة جدا للتفتيح عشان النشا اللي فيها. دي بتجيب شرايح البطاطس شريحتين كده ويتحطوا تحت العين لمدة ربع ساعة، وبتتعمل مرتين في اليوم او ممكن عادي مرة واحدة. دي بتحط شريحتين تحت عينيكي ربع ساعة وبعدين بتشيليها عادي خالص، وبعدين بعديها بترطبي بزيت جوز هند او زيت لوز حلو. وضروري خطوة الترطيب. ندخل على الوصفة رقم 2، وهي عبارة عن القهوة. بعد ما بتشربي القهوة بتاعتك كده بتستمتعي بيها، بتاخدي التفل اللي بيقولوا عليه يعني او البواقي بتاعت القهوة وبتتحط تحت العين برضو ربع ساعة، وبتتمسح بقطنة، يعني تفردي كده تحت عينيكي ربع ساعة وبعدين تمسحيها بقطنة مبلولة وتغسلي وشك عادي. وبرضو لازم خطوة الترطيب بزيت اللوز الحلو او زيت جوز الهند. اما بقى بالنسبة للوصفة رقم 3 فهي ترى المعالق دي. بتجيبي معالق كده وبتحطيها في الفريزر لحد ما المعلقه بتبقى ساقعه جامد جدا، وبعدين تحطيها على عينك بقى وحوالين عينك بقى كده كلها، ممكن تعملي مساج عادي. دي غير ان هي بتخفف الهالات السوداء، وغير ان هي بتخفف الهالات السوداء فهي بتقلل التجاعيد بتاعه العين والانتفاخات. ودي ممكن تستمري عليها تعمليها كل يوم الصبح، دي حاجة طبيعية خالص. وممكن كمان تصحي من النوم تلاقي في حوالين عينك كده انتفاخات، تقومي مستعمليها طبيعي عادي. رابع حاجة جايباها معايا النهاردة وهو زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو دوت بيتحط كل يوم، بتدلكي بيه حوالين عينك كلها، يعني حوالين عينك مش تحت عينك بس، كل يوم قبل ما تنامي. دي تبقي عادة طبيعية تمشي عليها ان شاء الله. دوت اصلا بيشيل الهالات السوداء وبينعم اصلا، تحطيه على بشرتك كلها عادي قبل ما تنامي. بس ممكن بقى تعملي المساج تحت عينك حوالين عينك كلها، ده كمان بيخفف من الهالات. يبقى بقى الوصفات اللي جبتها معايا بقى النهارده زيت اللوز والقهوه والبطاطس والمعالق، تمام. وكمان مش دول بس، ممكن الخيار معروف عنه طبعا كتير جدا واغلب الناس اصلا بتستعمل الخيار، بس انا حبيت اجيب حاجات مختلفة وجديدة. وممكن تجيبي شرايح التفاح تبقى شرايح التفاح زي البطاطس كده وتتساب في اللبن لحد ما تشرب اللبن، وتحطيها على عينك برضو ربع ساعة وتشيليها وتستمري عليها برضو. كلها وصفات سهلة وبسيطة، ولما تستمروا عليها هتلاقوا النتيجة الهايلة ان شاء الله بإذن الله. وانتوا طلبتوا مني هالات كتير جدا، وهو نفذت لكم طلبكم. واي طلبات واي حاجة عايزينها اطلبوها في التعليقات تحت، هستنى تعليقاتكم. وربنا مع كل اللي بيمتحنوا واللي في ايام مراجعات واللي لسه بقى هم داخلين على الامتحان. ادعوا لي كلكم بالتوفيق. انا خلاص داخله على امتحاناتي ودلوقتي انا في ايام مراجعاتي. ادعوا لي كتير جدا، بحب تعليقاتكم لما بتدعوا لي بجد. وربنا مع الجميع، وبحبكم كتير جدا. بالتوفيق للجميع ولكم كلكم. باي.